أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حضرة الطف. معي اليوم المخرج الأستاذ حسين علي صالح لنتحاور معه في هذه الحلقة. مرحبا بك أستاذنا الغالي. مرحبا بك، ونعزي أنفسنا ونعزي الأمة الإسلامية جمعاء بهذا المصاب الجلل وبهذا الشهر الحقيقة، يعني شهر الأحزان وشهر الثوار وشهر الاستذكار. شكرا لهذه الدعوة الكريمة، شكرا لكم جزيلا. أحسن الله لنا ولك العزاء. أستاذ حسين، كيف ينظر المخرج إلى حدث تاريخي كواقعة الطف؟ هذا من الناحية التاريخية ومن الناحية الفنية، وعلى المستوى الإنساني هو حدث إنساني ضخم وفاجعة إنسانية. أما على المستوى الديني فكل الذين استشهدوا الحسين وأهل بيته وأصحابهم على مستوى عالي من العمق الديني والروحانية والمكانة في قلوب ونفوس المؤمنين. فبالتالي الأمر منين ما تنظر له هو معقد وصعب، والمخرج ربما يكون دوره أصعب من الفنان في التحضير للشخصية. بالتالي هذه المسؤولية يعني الثقيلة كيف يتصدى لها المخرج؟ شوف، المخرج هو رأس الهرم. نعم. في هذه العملية يجب أن يكون على دراية تامة وعلى وعي تام. أول شيء بالمادة التاريخية اللي يتناولها. نعم. والشيء الآخر كيف يجسد هذه المادة التاريخية. التجسيد مهم جدا. عندما تتناول حدث معين وحدث تاريخي وحدث مثل واقعة الطف، نعم، له علاقة بشخصية مهمة وشخصية كبيرة مثل الإمام الحسين عليه السلام، لازم يخلي في اعتباره عدة نقاط. أول شيء قدسية هاي الشخصية. الشيء الثاني كيف تظهر هذه الشخصية بقوتها وبجبروتها وبهذه البطولة اللي جسدتها. نعم. وأن لا يظهر كما يعني يصوروا في السابق، يعني بعض الملالي وبعض هذه يطلع ذليل ويطلع بسيط ويطلع ويتباكى عليه. هنا يختلف الموضوع. نعم. الإمام الحسين عليه السلام رمز كبير. الرمز لازم يكون يعني إلى صفات يعني تختلف عن صفات الناس العاديين. نعم. فشلون أنت كمخرج تدخل إلى بواطن هذا الخطوط وهذا النص، وكيف تستنبط من عندها أن تبرز هاي الشخصية بعظمتها وبجبروتها وببساطتها. نعم. ببساطتها اللي هي شلون تدخل إلى النفوس، شلون أنت تقدر أن ليس فقط أن تأخذ العبرة، إنما كيف تعطي العبرة. نعم. من هذا الموضوع. نعم. مهم جدا أن يتم الاختيار للشخصيات. هذه يعني من أولويات وبديهيات الإخراج. المخرج يجب أن يفهم كيف يختار شخوصه. هذه الشخصية من سيجسدها، من سيقدمها. نعم. هل يعني التكوين يعني الجسماني لهذه الشخصية مهم أو لا؟ نظارة الوجه كذلك. نعم. كل الأشياء اللي تدخل بهذه الشخصية بتفاصيلها لازم المخرج يكون على دراية بها. بودي أن نتحدث عن هذه التفاصيل، لكن بداية جنابك أخرجت أكثر من عمل. نعم. يتناول أهل البيت وسيرتهم وحتى الإمام الحسين وواقعة الطف، ابتداء من عمل السفير الذي تناول مسلم بن عقيل عليه السلام، وأيضا عمل بعنوان واقعة الطف، وراهب بني هاشم الذي يتحدث عن الإمام الكاظم عليه السلام، فزت ورب الكعبة الذي يتحدث عن الإمام علي عليه السلام، وسبايا الطف، هذا العمل الذي احتوى على ما يزيد عن 225 من الممثلين. حدثني كل عمل ما خصوصيته وبماذا يختلف عن الآخر. نعم. شوف، بعد فسحة الحرية اللي نعم. يعني صارت عندنا بالعراق بال 2003،
يعني حقيقة صار مجال إلى أن ننطلق بهذا الاتجاه ونتوجه إلى هذه الأعمال. كونا منظمة اسمها منظمة الأقمار الثقافية، وهذه المنظمة طبعا يعني منظمة مجازة من منظمات المجتمع المدني، إحدى منظمات المجتمع المدني. يعني المثير في هذا الشيء أنه أعضائها كلهم ناس يعني ما لهم علاقة بالجانب الفني أو الثقافي من أهالي المنطقة، لكنهم المؤسسين اللي أنا من ضمنهم وسماحة السيد الدكتور علي الجابري والأستاذ صلاح الغراوي والأستاذ حسن حلو. هذول المجموعة عندهم شهادات أكاديمية. كونا هذه المنظمة وانطلقنا بالأعمال اللي تخص مظلومية أهل البيت عليهم السلام. فكان أول عمل انطلقنا به هو عمل التشابيه. التشابيه ليس بالشكل اللي كان معروف أنه القارئ يقرأ والناس تجسد الشخصيات، إنما تجسيد تمثيل حي، يعني أشبه بمسرح الفرجة في المغرب. يعني مسرحية فرجوية فيها الموسيقى وفيها الحوار وفيها عمل مسرحي متكامل، لكن لا يقدم على الخشبة بل يقدم على أرض الواقع في الفضاء المفتوح. فضاء مفتوح. نعم. والتجسيد هنا اللي يعني أنا يعني كمخرج عملت تخريج لهذا الموضوع، لأنه الناس اللي يجسدون هاي الشخصيات اللي مثلوا هم يعني ناس ما محترفين وما عندهم يعني اطلاع بهذه الأمور. فلجأت إلى أن أعمل فويس، أسجل يعني العمل بأصوات ممثلين محترفين. واشتركوا أغلب ممثلينا يعني المحترفين بالمسرح العراقي اشتركوا في هذه الأعمال، من ضمنهم الراحل عبد الستار البصري والفنان مازن محمد مصطفى والفنان اياد الطائي وكثير من يعني الممثلين. كنت يعني أسجل هذه الأصوات وأسجل الأحداث كأنما عمل إذاعي. والممثل فقط يؤدي إيماءات وحركات. يؤدي، ولكن عندما تشاهده طبعا هي هاي مسألة كلش صعبة. لأنه ضبط الفويس انه شلون يعني الابسنج مالته شلون يكون مضبوط، حركة الشفاه شلون يتناسب مع يعني ما يؤديه، وهو ليس هو الذي يتكلم. فهي عملية صعبة، لكن تحتاج إلى مران كثير. بعد هذا التدريب يعني اللي تقريبا ما يقارب 6 أشهر اشتغل وياهم، بس هم حبهم لهذا الموضوع وحبهم لآل البيت الكرام ولإظهار مظلومية أهل البيت فخلاهم متطوعين بشكل مو طبيعي. يمكن حتى التزامهم أفضل من الممثل المحترف. عندما تحدد له وقت يأتيك بالوقت المضبوط ويبقى ساعات يتمرن، يعني أكثر من 3-4 ساعات يوميا تمرين، وهم يعني ناس أصحاب أعمال ومهن حرة وكذلك. لهذا يعني نجحت هذه الأعمال بتجسيدها. واقعة الطف عندما جسدناها بهذا الشكل اختلف الموضوع. حتى تلقي الناس استقبلوا العمل يعني بشكل آخر. شافوا اكو احداث، اكو دراما، اكو اداء، يعني اكو اصوات موسيقى دخلت، اكو يعني خيل دخلت بالموضوع. كل هاي الاشياء ساعدت على انه يكون هذا الشد بين المشاهد وبين المؤدي. هذا بالنسبه للتشابيه. اللي هو واقعة الطف. طيب الطف. سبايا الطف عام 2005. سبايا الطف هذا عمل ملحمي كبير حقيقة. قدمته أول مرة في ساحة عامة في بغداد الجديدة. وحاولت أن أمزج بين اللقطة السينمائية وبين الأداء المسرحي أو الحدث المسرحي بالفضاء المفتوح. استعنت بمحترفين كخيالة. ويعني جبت جثث عبارة عن مانيكانات مال أزياء. وغطيتها بأقمشة حمراء كأن يعني تشير إلى الدم. وعندما بدأ المشهد يعني في لحظة واحدة
5 نقلات كانت موجودة أو أكثر من 5 نقلات. يعني موسيقى صوت الريح والغربان والخيل انطلقت هذا الأقمشة سحبوها الخيال وبقت ترفرف من خلفهم بهذا الاتجاه، وبدأت الخيام تحترق بالجانب الآخر والأطفال يخرجون والصياد وتدخل رماح محملة بالرؤوس. بعدين يبدأ المسير للسبايا. خلينا نتحدث بتفاصيل أكثر عن هذا العمل المهم، لكن بعد أن نأخذ فاصل قصير. من بعد الفاصل نعود مجددا معكم أعزائنا. عودة لكم مجددا أعزائنا المشاهدين، وعودة لضيفنا هذا اليوم المخرج الأستاذ حسين علي صالح. أرحب بك مرة أخرى أستاذ حسين. كنا نتحدث عن عمل سبايا الطف واللي تم تقديمه لأول مرة ببغداد الجديدة، من بعد ذلك انتقل إلى كربلاء المقدسة وقدم ما بين الحرمين. نعم. طبعا استحصلنا موافقة العتبة الحسينية المقدسة والعتبة العباسية المقدسة بأن يقدم العرض ما بين الحرمين يعني. وعملنا يعني ستيج بين الحرمين، استغليت المساحة كاملة. نعم، بالتالي هنا المساحة خدمتك بإجراء ربما بعض التغييرات، اختلاف عن تجربتك ببغداد الجديدة أول ما تم تقديمها. اللي اختلف هناك شنو يعني بالموضوع أنه ما قدرت أدخل الخيول هناك، فقط الخيم. ولكن عملنا يعني شوف إيش قد الناس يعني حبهم لهذا الموضوع، إيش قد متطوعين. عملنا العربة اللي هي موجودة بالجامع الأموي في سوريا نفسها بالضبط، يعني هذا اللي نقلوا عليها يعني السبايا، عربة كبيرة وبها هذه يعني العجلات مالتها القديمة، هذه اللي هي يعني عملوا ليها نفسها نصا بكامل تفاصيلها. وعليها الأطفال والنساء وسحبناها بهذا يعني الشكل بالرحلة اللي ابتدأت من كربلاء إلى الكوفة إلى الشام. هذه يعني الرحلة أنا عملت على شكل مستطيل، يعني سويت الجمهور يجلس على شكل مستطيل والأحداث تدور داخل هذا المستطيل. ثق بنهاية العرض يعني الممثلين حتى يمكن ثيابهم اللي عليهم الناس بدأوا يعني يتباركون بها يمزقوها يعني حتى يأخذون من عندها بعض الأشياء. وترك أثر العمل 2 و10 دقائق طوله، ما حدث أي لحظة ملل، أي لحظة يعني أنه يشرد من عندك المشاهد. كان التفاعل كبير جدا يعني، وحتى طلبوا عرضه مرة ثانية وأعدنا العرض مرة ثانية يعني باليوم الآخر يعني. من الأعمال اللي يعني تركت بصمة كبيرة في وقتها. برأيك أستاذ حسين يعني مثل هكذا أعمال ملحمية تحتاج لأكثر من ممثل بالكثير من التفاصيل، خيول وخيام وحرق وغيرها، ربما من الأفضل توظيفها وعرضها مثل ما ذكرت حضرتك بمسرح مفتوح ومساحات واسعة، أفضل من أنه تقتصر وتختزل على خشبة مسرح مغلق. هو طبعا شوف المسرح العلبة، المسرح المغلق يقيدك بتفاصيل كثيرة، يعني ما تقدر يعني اكو تفاصيل بهذا الموضوع ما تقدر تسويها على المسرح العلبة أو المسرح المغلق، صعب تنفيذها. ممكن مسرح العلبة إخراجيا تلجأ إلى الشاشة السينمائية.
يعني تكون مساعدة لك بالعرض المسرحي، كتخريجات للإخراج. يعني أنه هذا المسير اللي هذا تنقله على الشاشة وتكمل على المسرح. نعم. يعني هذا يعني المخرج هو بقت شلون يقدر يعني يلقي لها حلول. واكيد يعني هذه المخرجات راح نفتقد لعنصر جدا مهم في مسرح العلبة. نعم. الا وهو الجمهور. عادة المسرح المغلق او مسرح العلبة يكون جمهوره نخبوي وربما من القريبين على الأعمال الفنية. لا، وليس فقط النخبوي. نعم. ممكن أنت الجمهور المحب يجي. نعم. لهذا، لأن قلت لك يعني موضوعة الإمام الحسين عليه السلام جمهورهم يعني نعم. معروف. لكن بالمسرح المفتوح الجمهور البسيط والتفاعل والحميمية أنت صاير بنص الناس. نعم. محتضنينك الناس. فهذا التقارب، هذا يعني الثق. امرأة جابت، يعني أنا شفت عندها عصا، جت على العصا وضربت هذا يعني اللي كان رافع رأس الحسين بالعصا وهي تبكي. نعم. مشاهد كثيرة من هذا الموضوع، يعني تحس أنه هم عاشوا الحالة. وحتى كان من ضمن الجمهور يعني ناس من إيران. نعم. طبعا بالمناسبة كتب هذا النص السيد سماحة السيد علي الجابري. نعم. هو رئيس المنظمة، وهو دائما النصوص هذه هو اللي يكتبها. وحتى يعني خطبة الإمام السجاد وخطبة السيدة زينب وكلها جسدناها 2 و10 دقائق أو أكثر حتى. بس كان الموضوع وكان الشد وكان الأداء، حتى الأداء يعني قلت لك نعم. بحدود فترة 6 أشهر يعني تمرين متواصل، تمرين مستمر، بأزياء جميلة، بديكور جميل. حتى عملنا القصر على الاستيج اللي مفتوح بالفضاء، يعني سوينا استيج احنا نصبناه وعملنا بديكورات للقصر. ويعني أستاذ حسين، شنو اللي يمنع من أن تكون هنالك فعاليات ثابتة ومحددة، كأن تكون مثلا دائما في محرم أو في الفترة المحصورة ما بين 10 و40 مثلا في كربلاء أو حتى في بغداد، تكون هنالك أرض مخصصة لكي يكون هنالك مهرجان مفتوح في الفضاء الطلق، والمحبين لآل البيت يحضرون يكونون كجمهور، وتقدم بمسرحيات مختصة بالطاف. يعني أستاذ حسين يجي يقدم مسرحيته، المخرج الفلاني أيضا يدلو بدلوة، رؤية لمخرج آخر يتناول الواقعة من زاوية أخرى، ويكون هنالك مهرجان هسه ما نقول دولي، على الأقل محلي، لكن يتسم بالتنظيم والثباتية. موعد معين، وهذا عرضه المخصصة في كل عام وفي كل زمان ومكان معلوم هنا. والله اللي تقوله كله صحيح. وهو يعني صديقنا الفنان الأستاذ منير راضي. نعم. عمل مهرجان التعزية بدعم من محافظة بغداد، واستمر يمكن بدوراته يمكن للدورة ال5 أعتقد، أو وصل للدورة ال6، لكنه للأسف يعني توقف. وهذا يعتمد على الدعم. نعم. يعني موضوع المهرجان يحتاج دعم يعني حكومي، يحتاج دعم منظمات، يحتاج دعم حتى المواكب الحسينية. نعم. يدعمون هذا الموضوع. وأنا أعتقد الناس متعطشة لمشاهدة العروض من هذا النوع. نعم. احنا يعني إذا نريد نقارن يعني المسرح الشعبي في فترة الثمانينات وفترة التسعينات، وهذا التوجه الكبير على المسرح الشعبي. نعم. والجماهير احنا نسميه، أو المسرح الشعبي أو التجاري كما يطلق عليه. بالمقابل هذا بدأ ينحسر لأنه بدأ ياخذ منحى آخر. نعم. بدأ يعني يستخف بالذائقة يعني الشعبية. أعتقد لو يصير اللجوء لهكذا عروض مسرحية وبهكذا مناسبة، نعم. يمكن الجمهور راح يجي وحتى يدفع تذكرة. يعني مو فشي إذا تذكرة 5000 على البطاقة تكون نعم. عون للكادر اللي يشتغل. واعتقد مسارح دائرة السينما والمسرح مفتوحة وما يبخلون بهذا الموضوع. نعم. يعني دكتور جبار جودي ما اعتقد يبخل بهذا الموضوع، لكنه يبقى أنه كيف تنظم. نعم. كيف تدار، هذا مهم جدا. عندنا ناس الآن يعني مخرجين فعالين يشتغلون بهذا الموضوع وما مسلط عليهم الأضواء. نعم. ويعملون في مناطقهم. يعني أكو ناس في منطقة الشعب، أكو في العبيدي، أكو في الزعفرانية، في بغداد جديدة، في كل يعني بالبياع. نعم. في كل مكان أكو عندنا ناس يعني فعالين ومحبين، لكنه يراد جمعهم
تحت مؤسسة معينة، تحت دائرة معينة. بالعكس أنا يعني هذا اقتراحك أشد عليه، وأتمنى أن يرجع مهرجان التعزية اللي يعني أسسه الفنان منير راضي. طيب أستاذ حسين، لماذا تبقى واقعة الطف وقضية الإمام الحسين محصورة بالمسارح والتشابيه والمسارح العلبة أو حتى المسارح المفتوحة؟ لماذا فقط هذا القالب من الأداء؟ أين هي الأعمال السينمائية من تناول قضية الإمام الحسين؟ يعني هسه تقدموه بفضاء مفتوح، نعم، المزيد من الإمكانيات الأخرى والمزيد من التمويل، ويتم تصويره بطريقة احترافية ويحول لعمل سينمائي. أي يعني احنا للأسف قلت لك هو الموضوع طبعا السينمائي، السينما صناعة، نعم، وتحتاج أموال طائلة جدا، مليارات السينما تحتاج، لا يعني مثل العمل المسرحي، نعم، ممكن يطلع بأي مبلغ. السينما صناعة وتحتاج إلى مبالغ، ويمكن احنا خير مثال على هذا الأعمال الإيرانية اللي قاعد نعم. تطلع وما يصرف عليها من مبالغ يعني هائلة. رادوا يسوون تجربة بالعراق عن واقعة الطف، وحصلت الموافقات حتى من الحوزة نعم. العلمية، لكنه وقفوا أمام من يجسد هذه الشخصية، شخصية الإمام الحسين، وهل الوجه أنه يظهر أو لا. نعم. دعني أتوقف عند هذه الإشكالية، من بعد الفاصل نتحدث عنها لأنها نقطة غاية في الأهمية وربما تكمن العقدة هنا. أحبة المشاهدين، فاصل ولنا عودة. استكمل الحوار معكم أعزائنا المشاهدين من بعد هذا الفاصل. وصلنا إلى إشكالية أستاذ حسين، وأني تعمدت أستخدم هذه الكلمة لأنه فعلا هي إشكالية بالنسبة لكم. الله يساعدكم. كيف يعني ممكن أنه الإنسان يصل أو المخرج يصل إلى قناعة أنه هذا الكاركتر، هذه الشخصية، هذا الممثل بهذه السمات هو المناسب والملائم لتجسيد شخصية مثل الإمام الحسين عليه السلام أو العباس أو حبيب بن مظاهر؟ يعني كلها الشخصيات غاية في العمق ومسؤولية جدا ثقيلة تلقى على كاهل الشخص اللي راح يجسد هذه الشخصية. طبعا. نعم طبعا. من البداية أول ما تحدثت أنا قلت لك الاختيار، المخرج شلون عليه أن يختار. نعم. هسه هنا نربط حديثنا الأول بهذا، ونربط أنه هو عدم إنتاج فيلم سينمائي عن الطف كان بسبب عقدة أو إشكالية عدم الوصول إلى شخصية من الممكن أن تجسد الإمام الحسين، بالإضافة إلى توفير الأموال. نعم. لأنه حتى تكون الصناعة صحيحة، نعم. وحتى يطلع الفيلم يعني بقدر أهمية هذه الشخصية وبقدر أهمية هذه الواقعة. نعم. ما من ممكن أنه يطلع أي شيء، يعني يا أما أنه يكون العمل متعوب عليه ومصروف عليه بشكل جيد ومنتقين الشخصيات بشكل صحيح. الحوزة العلمية كان عندهم اعتراض على من سيجسد هاي الشخصية. نعم. بعدين قالوا إذا جبنا يعني شيخ أو رجل دين أو يجسد هاي الشخصية ما يقدر يؤدي فعلا مثل أداء الممثل. نعم. حصلت الموافقة على أن ماكو مشكلة يكون ممثل، لكن ماذا يمثل بعد هذا العمل؟ هاي الصعوبة. نعم. يجب أن يلتزم التزام تام بعدم تمثيل أي دور آخر. نعم. يعني هاي مهمة، لأنه أنت عندما الناس تشوفك بشخصية الإمام الحسين، نعم، أو بشخصية من شخصيات آل البيت الكرام، وترجع أنت تمثل في مسلسل ويطلع يعني يحتسي خمر أو يعني في مشهد، نعم. يعني هذا طبعا بمؤاخذات ويسيء.
هذا كان يعني صعب الاختيار به. نعم. وبقى الموضوع عالق وانترك للأسف، يعني ما صار يعني اهتمام به، وراحت يعني الموضوع. هو صار توجه في وقتها، ولكن نعم. يعني انتهى لهذا الحد. طيب نعود لجزئية كيف يتم الاختيار، شنو النقاط اللي يخليها المخرج بذهنيته وباله وعن ماذا يبحث؟ هو قلت لك أنا يعني نعم. أول شيء تكون شخصية قبل كل شيء أنه حابة هذا الموضوع حتى يقدر يؤديها. احنا كممثلين وكمخرجين أو حتى في أي مهنة، أي شخص إذا ما يحب مهنته ما يقدر يبدع بيها. كيف الممثل؟ نعم. أنه إذا شخصية هو ما حابها أو مو قريب إلها، نعم. أو ما مقتنع بيها، شلون يقدر يجسدها؟ ليس كل زملائنا واصدقائنا وعندهم قناعه بانه نعم. يمثل. يعني البعض يتخوف، يعني خطوه محسوبه اكيد من حقه يحسب لها ألف حساب. نعم. هي طبعا مو بس يعني هي خطره ومخيفه، وما ممكن يعني تقدم عليها اذا مو تكون عندك انت يعني الكفاءه والقدره. هو انت لو راح تنجح بها نجاح باهر، لو راح تنتحر فنيا. سلاح ذو حدين. نعم. يعني أما تنزل إلى الهاوية أما ترتقي إلى المجد. فصعب. احنا استدام انت ذات نربط يعني بمسلسل أو بفيلم الرسالة، يعني إذا شفنا شخصية الحمزة لعبد الله غيث. نعم. عبد الله غيث وراها ما مثل يعني أدوار، بقى يمثل هذه الأدوار يعني التاريخية. الأدوار وشفت شلون جسدها. يمكن هسه احنا من نقول شخصية الحمزة رأسا يتبادر نعم كاركتر عبد الله غيث. كاركتر عبد الله غيث. نعم. هذا فهذا هو يعني هذا شنو؟ هذا جهد مخرج. نعم. وجهد ممثل. المخرج عنده صورة معينة لهاي الشخصية في خياله. احنا كل الشخصيات ما مشاهديها، يعني لا لهم صور. نعم. ولا لهم يعني شيء احنا ممكن نقدر نبحث عنه او نشوفه. نعم. لكن سوى انه تحليل، شلون تحلل انه هاي الشخصيه من خلال ما مكتوب عنها انت ترسم لها بعد معين. نعم. بعد جسماني، بعد نفسي، بعد يعني كل الاشياء بقت من مخيله المخرج شلون يرسمها. ويجي بالجانب الاخر الممثل شلون يؤديها. نعم. عندما تنطي انت النص وتقول له هذا النص اقرا وهذه الشخصيه بكذا تفاصيل، لازم هو هم بالمقابل يروح يبحث ويروح يعني شلون يقدر يلون بهذه الشخصية وشلون يؤدي وشلون نعم. يوصل إلى الإقناع حتى تقنع المشاهد بأنه فعلا هو هذه الشخصية. نعم. فهاي يعني الجزئيات. طيب برأيك المسؤولية الأخطر على عاتق منه؟ على عاتق الممثل والمخرج بتناول مثل هكذا أعمال مثل واقعة الطف؟ لا، هي طبعا على عاتق المخرج بالدرجة الأولى. نعم. المخرج هو المسؤول الأول والأخير عن العمل، هو يعني الليدر، هو اللي يقود. فالمخرج عندما ما عنده هاي المعرفة، شوف احنا مرات يعني مسلسلاتنا هاي العراقية. نعم. تشوف يمكن أنا مرة شفت بأحد المسلسلات وضوء، يعني يتوضأ ما يعرفون يعني شلون يتوضأ. نعم. فهذا عيب بيمن، ما ينحسب بس على الممثل، ينحسب على المخرج، لأنه هو المخرج اللي قاعد يشاهد بالشاشة. نعم. والممثل قاعد يجسد بالمشهد. فتشوفه يغسل ايده وبعدين يغسل وجهه وبعدين يروح يغسل رجله يعني ماكو ربط، خطوات مش صحيحة، ماكو ربط. نعم. فهذا دليل على عدم دراية وعدم معرفة. ليش أقول لك المخرج لازم يكون على معرفة تامة؟ هنا المسؤولية الكبرى على المخرج، هو اللي يوجه. نعم. فهو المسؤول الأول والأخير. طيب عن ماذا يبحث حسين علي عندما يقدم له نص تاريخي أو نص يتناول واقعة الطف؟ هل هنالك جزئيات أو زوايا من الممكن أنه يناقشها هذا النص، تبحث عنها وترى أنها تستفز المخرج في داخلك وتقرر بالتالي بناء عليها أن تتصدى لهذا العمل؟ شوف، واقعة الطف يعني أنا أتمنى هي طبعا تبقى بحدودها. نعم. المعروفة أو بجماليتها بساحاتها المفتوحة. نعم. يعني كحدث لما نريد ناخذه كجزئية بالمسرح، يعني
بالمسرح المغلق أو ما نسميه احنا مسرح العلبة. نعم. ممكن نقتطع من هذا النص الكبير وهذا نعم. الأحداث الكبيرة جزء، ولكن كيف تشتغل على هذا الجزء وكيف أن تلم هاي الواقعة كلها بهذا الجزء المقتطع. يعني اختزال بكل شيء. نعم. وشلون تجسده، هذا طبعا يبقى على ذكاء المخرج وعلى وعيه وعلى ثقافته وعلى حتى انت من تريد تحوله. يعني انا في عمل فزت ورب الكعبه. نعم. اللي هو عن سيره الامام علي عليه السلام، اشتغلت مسرح. لما حولته الى فيلم تلفزيوني اختلف الموضوع. نعم. اشياء كثيره ما قدرت اسويها يعني بالمسرح، سويتها بالمشهد التلفزيوني. يعني عندي مساحه بالكاميرا، وعندي مساحه بالحركه، وعندي مساحه بالفضاء المفتوح باللقطه. اختلف عندي هنا الشيء. بس قلت لك يبقى انه المخرج كيف يعني يسخر ذكائه ومعلوماته وخبرته في أن يستنبط من هذه الأشياء وينقلها بصورة مجسدة. طيب، من الأجمل برأيك عندما يأخذ العمل شكل الفيلم السينمائي أو المسلسل التلفزيوني، أم يقدم على خشبة المسرح؟ الفيلم السينمائي والتلفزيوني يعطيك مساحة أكبر، لأنه مفتوح، لقطاتك مفتوحة. نعم. ممكن لوكيشناتك مفتوحة، انتقالاتك متعددة. المسرح يحددك لأنه مكانك محدد. نعم. صعب تغيير الديكور حتى يعني بالفضاءات المفتوحة. أنت صعب تغير من منظر إلى منظر، جمهور أمامك. نعم. بالمسرح ممكن يخدمك موضوع أنه إذا كان أنا من عرضت بالمسرح الوطني استخدمت الدوار، مسرح الدوار بالمسرح الوطني، لأنه عمل الديكورين. عند ما يفتر الدوار يطلع عندي ديكور آخر، عندي انتقالة ثانية في مشهد آخر. نعم. ينزل من الهيرسات. هذا اللي تخريجات يستخدمها المخرج. بالتلفزيون أو بالسينما لا، أنت عندك حرية تامة وكاملة بالانتقالات. نعم. لوكيشنات تفعل بها ما تشاء. بالفعل. مخرجنا الرائع حسين علي صالح، أشكرك جدا على هذا الحوار. شكرا لكم، وأتمنى التوفيق لكل الكادر اللي صاحبنا بهذه يعني الدقائق، وأتمنى التوفيق والنجاح لك أنت كمقدم. يعني تثير أسئلة وتساؤلات، وبهذا الحوار المسترخي الجميل يعني أتمنى التوفيق لكم ولقناة الإشراق. شكرا جزيلا. كذلك الشكر موصول لكل من تابع حلقتنا لهذا اليوم. مع السلامة.